سلام حبيباتي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل ملح وبصحة جيدة. أنا الحمد لله. اليوم جبت لكم وصفة بزاف هايلة اللي هي حنديروا مع بعض وصفة معسلة وتانيك منقوشة. واش نسحقوا حنا في المقادير؟ نسحقوا 3 كيسان تاع الفارينة، كاس تاع المارغرين وضفت له شوية تاع الزيت وحبة تاع البيض، مغرفة صغيرة تاع الخميرة تاع الحلوى وزوج مغارف كبار تاع سكر كلاص، لافاني ونلموه بالماء والمزهر. من قبل ما نبداو في طريقه التحضير نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالي ما تنسوش ديروا لي ابوني والضغط على الجرس باش يلحقوكم كامل فيديو جديد اللي نحطهم. دوك نكملوا المقادير ونروحوا لطريقه التحضير. كما كنت تشوفوا جبت غيسيبي وحطيت فيه هذيك الفارينه، ومن بعد نضيف عليها زوج كيسان عفوا زوج مغارف كبار تاع السكر كلاص ونخلطهم مليح. وكما كنتوا تشوفوا درت فتحه في وسط هذيك الفارينه باش نضيفوا الكاس تاع المارغرين ونبسس مليح هذيك الفارينه مع المارغرين تاعي باش نكمل نضيف المكونات الاخرين. كما كنتوا تشوفوا راني نبسس فيها مليح بيديا. ومن بعد دوك نضيف حبة تاع البيض نخلطها مليح مع ديك الفارينه باش نضيف لافاني كما كنتوا تشوفوا مغرفه كبيره تاع لافاني و مغرفه صغيره كما قلت لكم تاع خميره تاع الحلوى. ومن بعد كنجيب المزهر تاعي مع الماء ونبدا نلم في العجينه تاعي حتى تشكل لكم عجينه تكون طريه شويه، ماشي يابسه، كما قلت لكم تكون شويه طريه باش كي تجي تشكلوها من بعد وتنقشوها بالنقاش تتنقش لكم بسهوله. هاي لك لاباط تاعي بعد ما لميتها كامل. شوفوا خلاص انا نخليها تريح ومن بعد نولو. واش نسحقوا حنا في الحشو؟ نسحقوا حبه تاع البيض، كاس تاع نواه كوكو، ومغرفه كما كنتوا تشوفوا صغيره تاع المارغرين، ونخلطهم مليح حتى تشكل لكم عجينه في يديكم. كما كنتوا تشوفوا جبت وزنت الحبات تاوعي تاع العجينه ونجي ندير لداخل الحشو تاعي كما كنتوا تشوفوا ونخلط نسقم هذيك الحبه مليح بيديا ومن بعد نشكلها على شكل حبه تاع البيض ومن بعد ننقشها. كما كنتوا تشوفوا كما قلت لكم هاي اللي كيفاش راني نشكل فيها على شكل حبه تاع البيض ونجيب النقش تاعي نديروه في الفارينه ومن بعد ننقشوها كما كنتوا تشوفوا هكذا تنقش لكم بسهوله. كما قلت لكم كي تجيكم لاباط تاعكم طريه شويه بالخف تنقش لكم والنقش هذاك ما يتغسل لكمش يقعد هو. انا نروح نديرهم يطيبوا 160 درجه مده 20 دقيقه ومن بعد نحوهم ونعسلوهم. وكما كنتوا تشوفوا الديكور درت لهم فو بيستاش وحبه تاع الورد هذيك من الفوق. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. دوكا ما بقى لي غير نخليكم نقول لكم مع السلامه.